اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من بودكاست الكليات. وكليه النهارده هي كليه حبيبه الملايين، واللي اغلبكم طلبتوها مني هي كليه طب بشري. هنتكلم في كل حاجه ليها علاقه بالكليه، مميزاتها، عيوبها، رحلتها الطويله في الدراسه، وهي عباره عن ايه بالظبط. كل حاجه هنعرفها في الفيديو ده. ولكن كل اللي عايزاكم تعملوه قبل ما ابدا، يا ريت تعملوا لي لايك، علشان بجد دي حاجه بسيطه ممكن تعملوها لكن انا بتشجعني بشكل كبير جدا. وكمان يا ريت تعملوا لي سبسكرايب علشان تشوفوا كل الفيديوز اللي جايه. وبس اكتبوا لي تحت في التعليقات عايزين الكليه اللي جايه تكون عن ايه. وبس كده، يلا نبدا الفيديو. طبعا كلية طب بشري مختلفة عن باقي الكليات الطبية. في نظام الكلية، في عدد السنين الدراسة وسنين الامتياز وكل الحاجات دي، فعايزين نعرف أكتر منك، هو كام سنة دراسة وكام سنة امتياز وكل الحاجات دي. طيب، اوكي. مبدئيا كلية طب نظام حديث 5 سنين دراسة. ال5 سنين دول بنقسموا الاتنين اكاديميك، اتنين نص اكاديميك واتنين نص كلينيكال. والامتياز اللي هو السنتين. الاتنين نص اكاديميك دول بعمل فيهم ايه؟ يعني باخد فيهم مواد اغلبها نظري في طريق او عن طريق حاجة اسمها بلوكات او موديول. البلوك او الموديول ده بيبقى ليه وقت معين، وباخد فيه مواد معينة. اناتومي، تشريح، هيستولوجي اللي هو علم الخلايا، مايكروبيولوجي اللي هو فطريات والبكتيريا، باثولوجي بقى اللي هو الامراض، وفارماكولوجي اللي هو الادوية. ده يعني نبذة مختصرة كده. وطبعا بايوكيمستري اللي هو الانزيمات والتفاعلات، والفسيولوجي اللي هو شبه الفيزياء عندكم، اللي هو بتاخد ميكانيزم بتاع الجسم. المهم يعني المواد دي انت اكيد لما تخش يعني هتدرسها بالتفصيل، بس اللي عايزه اقوله ان يعني هي بتبقى مواد اغلبها نظريه، وبتاخدها في شكل مديول. المديول ده بيبقى ليه وقت معين، بيبقى فيه كم معين، بيبقى عليه 3 امتحانات، اند وفاينل وعملي. خلاص خلصتهم بعد السنتين ونص، هبدأ أخش السنتين ونص التانيين. هتبقى كلينيكال، هبدأ أنزل مستشفى، هبدأ أخد حاجات عملية أكتر، اللي هم بقى الجراحة والبطنة، جلدية، رمد، شرعي، وهكذا. طبعا ترتيبها والكلام ده كله بيختلف من كلية لكلية. برضو في الأكاديميك ترتيب الحاجات إنك تاخد إيه مع إيه أحيانا بيختلف من نظام لنظام. مثلا خط الصعيد ماشي بسيستم، كليات تانية قصر العيني، اسكندرية والناس دي بتبقى ماشية برضو بسيستم. بس انت اوفر اول هتاخد كل حاجه في الاخر يعني، سواء ترتيبها كده او ترتيبها كده. اوكي، بعد كده نخش بقى زي ما قلنا في الكلينيكال. انا باخد حاجات نظريه اكتر، وبرضه بيبقى عليها 3 امتحانات، اند وفاينل وعملي، على كل راوند. يعني مثلا البطنه دي ليها اند وفاينل وعملي وحدها، وهكذا. برضه في الاكاديميك، البلوك اللي هو بيبقى فيه مواد معينه انا بمتحن عليه اند وفاينل وعملي وحده، وهكذا البلوك اللي بعده، او بيسموه ديول يعني. اوكي. بعد كده بقى هخش على سنين الامتياز. والامتياز تبقى تدريب، بتعدي على كل التخصصات، بتبقى فترة معينة بتاخدها في كل تخصص. بتشتغل طبعا في مستشفى، يعني خلاص انت حاليا دكتور، بتشتغل بقى في كل التخصصات عشان بعد كده يبقى عندك بقى خلفية اكتر، ان انت مثلا درستهم وجربت ان انت تشتغل فيهم. بيبقى عندك خلفية بقى بعد كده لما تقعد بقى في النيابة ان انت ازاي تختار التخصص بتاعك. تمام. بعد بقى ما بتخلصوا سنين الامتياز، بتتخصصوا بناء على ايه؟ وايه بيكون بعد كده؟ يعني بعد سنين الامتياز بتمروا بايه؟ مبدئيا الامتحان، اول ما انت بتمتحن اول امتحان لغايه اخر امتحان، كل ده بيتجمع على بعضه. المجموع بيبقى في طب تراكمي، وبيبقى ليك ترتيب تراكمي على الدفعه، اول وتاني وتالت، وهكذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. على اساس ده او على اساس المجموع بيتحدد. يعني هو الموضوع مش بيبقى قوي امتياز والحوارات دي، قد ما المجموع ونص درجه والحوارات دي كلها بتفرق قوي. بتبقى في قعدة نيابات. بيبقى كل تخصص مثلا طالب عدد معين، فعلى أساسه يعني مثلا هو عرض وطلب. كل ما التخصص طلب عدد أقل كل ما هيعلى، وكل ما انت كنت في الأول في الترتيب كل ما الدنيا متاحة قدامك أكتر. تمام. طب بعد بقى ما اخترت خلاص يعني التخصص بتاعي، بيكون في ايه بعد كده بقى؟ بيبقى فيه عندي مثلا طريق. اول حاجه الجامعه بيبقى فيها اكاديميك وكلينيكال. اكاديميك ان انت تبقى معيد، اول 3 منهم نايب، السنتين التانيين بتبقى معيد وتحضر الماستر بتاعك. بعد كده بتبقى مدرس مساعد، ويحق لك بقى تفتح عياده. بعد كده بقى في تدرجات تانية بقى مدرس، بعد كده استاذ، مساعد استاذ، وهكذا بقى. المهم برضو احنا ستيل تبع الجامعة، بس كلينيكال اللي هو في المستشفى، ان انت برضو بتاخد 5 سنين بتاعتك وتعمل الماستر بتاعك، بتبقى بعد كده مدرس مساعد بس، بتدرس الحاجات الكلينيكال. الاكاديمي بيدرس الحاجات الاكاديمي اللي احنا ذكرناهم، اللي هم الاناتومي، هيستولوجي، مايكروبيولوجي، الحاجات دي كلها. بعد كده بقى بعد ما هو بيحضر الماستر بتاعه، بيبقى خلاص بيحق له ان هو يفتح عيادة.
بعد كده في طريق تاني اللي هو طريق الصحة، أو الصحة والزمالة. آم، هو بتبقى كل حسب جامعة، يعني مثلا ممكن تبقى الجامعة لسه فاتحة جديد ففي فرص كتير للتعيين فيها، أو كل الدفعة كلها تبقى تتعين في يعني مش تتعين، تاخد نيابة جامعة. ماشي اوكي، ممكن تبقى دفعة كبيرة قوي، عدد طلاب كبير، فبيبقى اول مثلا عدد معين 100 150 او ايا كان هيخش نيابة جامعة، والباقي هيخش الصحة. الصحة دي بتبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى في تكليف 6 شهور او سنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ومعاك 5 سنين زمالة. ال5 سنين الزمالة دول بيبقوا التخصص بتاعك، بيبقى فيهم 3 امتحانات برضو، بيبقى فيرست وسكند وثيرد، او بيسموها الدراسات العليا او الماجستير، يعني هي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعدها بقى بتبقى قادر ان انت تفتح عياده ويبقى اسمك اخصائي بعد الزماله. خلاص خلاص، انت خلصت اجتزت الامتحانات بتاعتها. بقى في امتحان كلينيكال اللي هو السيرد ده. بتبقى قادر خلاص تفتح عياده ويبقى اسمك اخصائي. طبعا برضو الطريق التالت ان انت بقى تسلك طرق معادلات، زي اليوزمل، وانت بقى تسافر بره. آه، يعني كذا دولة بيبقى عاملة الموضوع ده، وده بيخليك تبقى سنين كتير. يعني انت مثلا اللي انت ممكن تعمله هنا في سنين كتير، هناك بتعمله في سنين اقل. ده غير ان برضو الشهادات المصرية في بعض الحتت مش يعني مش معتمدة. بيعترفوا بيها. مش معتمدة بالظبط. ففرصة ان انت تخرج بره وكده بيبقى لك، يعني شهاداتك بتبقى معتمدة اكتر طبعا. اكيد. الميزانية أو المرتبات أو الكلام ده كله بيفرق كتير. ممكن برضو التعليم أو التدريب بتاعك هناك برضو بيفرق، أو بيخليك يعني ترفع درجات بسرعة زي ما قلت في سنين أقل. يعني هنا ممكن تقعد سنين أكتر عشان توصل مثلا يعني أخصائي استشاري. الكلام ده كله أنت ممكن هناك تبقى الموضوع ده وقت أقل من هنا. بس فهو الحاجات دي ليها تفاصيل كتير طبعا، احنا بنتكلم عليها ان جنرال، الحاجات اللي انت يا دوبك بس تعرفها، خصوصا ان انت لسه داخل. يعني بعد كده انت هتعدي على الحاجات دي كلها بالتفصيل وهتعرف عنيها بالتفصيل يعني. تمام. تمام. ايه بقى مميزات كلية طب بشري؟ يعني ناس كتير طبعا عايزة تخش كلية طب بشري حتى لو ما فيهاش مميزات، بس ايه بقى المميزات اللي انت شايفاها؟ ما ينفعش مميزات. مصدر طبعا، هو يعني بيزيكلي اللي هو ان انت بتحظى بمكانة اجتماعية بقى، والناس تفضل الدكتور راح والدكتور جاي، وتلاقي ناس بقى متعرفهاش بتسأل عليك ومهتمة بيك و... والحاجة. فاحنا نتكلم في المهم، يعني طبعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأنت يبقى ليك دور طبعا في إنك تخفف ألم مريض. مبدئيا أنت سبب، أنت مجرد سبب، ولازم تقنع نفسك بده، وتبقى عارف إن ربنا هو الشافي، إحنا بس مجرد أسباب وسعي. وانت طبعا لو داخلها فعلا انت تستحقها. وانت حاببها، وهتبقى مستمتع قوي، وهتشوف بقى معجزات ربنا في جسم الانسان وقد ايه هو رحيم بيه. هتبقى ميزه قوي ليك، وهتبقى يعني الدراسه عليك مش عبء، وان انت قاعد بقى مستمتع وكل الحركات دي. ده غير برضو ان انت طبعا مؤثر كبير قوي في المجتمع. انت تنقذ بقى رب اسره، تنقذ حد يعني مفيد قوي للمجتمع. في كل دي مميزات. نخش بقى على المفيد اللي هي الماديات. ايوه بالظبط الماديات كده، هو ده اللي كنت هقوله لك. الماديات بقى، ناس تتخيل بقى الدكتور ده غني قوي ومش عارفه ايه. مبدئيا اللي عايزه اقوله ان انت في الامتياز بيبقى ليك مرتب. مش هنذكر يعني مرتبات طبعا مش بتبقى كبيره، بس هي بيبقى ليك مرتب. طبعا في النيابه برضه بيبقى ليك مرتب. بعديها ان انت بقى لسه بتعمل خلاص الماستر بتاعك، تبقى خلاص يحق لك ان انت تفتح عياده، عبال بقى ما تجهز عيادتك وتتشهر. واحيانا طبعا في ناس مش بيبقى عندها الامكانيه ان تفتح عياده على طول، بتبقى مثلا تشتغل في مراكز او تحت دكاتره. عبال بقى ما تفتح عيادتك خاصه، تتشهر الكلام ده كله، حتى بقى تبدا الظهر هي العوزه. وطبعا ده الكلام ده بس بعيدا عن لو حد باباه ومامته دكاترة، طبعا يعني. اه ده غير برضو زي ما قلت ان حوار المعادلات والخليج والسفر بقى بره مصر بيفرق طبعا كتير. احنا عارفين يعني الدولار بالظبط. والدينار والحاجات دي عامله ايه في الجنيه المصري. خسفوا بالأرض. تمام. اه بالنسبة بقى لعيوب كلية طب بشري، طبعا خلصتي مميزات بيفرق. صح؟ ولا في حاجة تانية؟ اه لا تمام. كفايه وكده يعني. خليهم بالعافيه. بالنسبة بقى نخش لعيوب، على العيوب بقى. بالنسبة بقى للعيوب بقى،
العيوب طبعا يعني عايزة أنوه على حاجة مهمة قوي. طبعا كلية الطب كلية بتحتاج وقت، بتاخد وقت كبير قوي منك في السنين وفي الوقت. يعني قصدي في السنين ذات نفسها كعدد، وفي السنة ذات نفسها انت يعني السنة، يعني هتلاقي مثلا الكواليتي التانية وقتها أقل شوية. يعني انت لا، انت بتكمل السنة، ممكن تواصل سنة، اه يا جماعة ممكن يعني تقعد من بالمناسبة، السنة يعني من شهر 10. بالمناسبة يا جماعة ادعوا لدينا علشان هي معاها امتحانات بعد كام يوم. ف... الله المستعان. المهم، آه، المهم طبعا الدنيا بقى ضغط، بيبقى عندك برضو ضغط على طول. مثلا انت في امتحانات، كويزات مثلا او ايا كان، نزول، الكلام ده كله، وبتبقى مضطر خلاص تتعامل مع الموضوع ده كأسلوب حياة. ولو ما تعاملش معاه كأسلوب حياة هتتعب قوي. آه، لان انت مثلا بقى هتيجي عليك اعياد، مناسبات، تجمعات عائلية، الكلام ده كله انت ممكن كتير قوي ما تعرفش تحضر، بس اللعبة تبقى عندك انت تعرف توازن الدنيا وتتعامل معاك كأسلوب حياة، ان انت مثلا شوية تروح وشوية لا وتسيستم الموضوع ده مع نفسك، لان الكلية مش بتديك بقى يعني الحوار ده. يعني فاهم، انت لازم تهندل الدنيا مع نفسك، عشان مش تستنى بقى تقول لا السنة تخلص وابقى اخرج السنة مش عارفة. لا، هي ده اسلوب حياة ان احنا على طول هنبقى مضغوطين بنذاكر، المفروض نابديت الحاجات دي كلها. طبعا الحاجة التانية انت معاك مسؤولية وعبء كبير قوي قوي قوي. يعني زي مثلا ما طب يعني ممكن تشفع لك يوم من القيامة، زي ما هي ممكن تخسف بيك الأرض. بالظبط. عليك عبء، والقسم اللي انت بتقوله ده انت يعني مسؤول ممكن عليه مثلا قدام لو اتكلمنا في الموضوع ده، هو من ناحية مجتمعيا فهو مش بيبقى عليه عبء كبير. يعني اللي أقصده إن احنا مثلا دلوقتي مفيش حد يقدر يحاسب الدكتور أصلا، يعني مفيش محامي يقدر يحاسب الدكتور. ولكن ربنا يعني كل واحد ضميره. يعني في ناس مثلا تقول لا، ما انا كده كده القانون ما بيحاسبنيش فاعمل اللي انا عايزه، بس طبعا ربنا هيكون يعني الموضوع صعب خالص يعني. لكن كمجتمعيا او قانونيا فالموضوع مش بيبقى صعب، اللي هو ممكن الدكتور يدفع فلوس ويعدي منها خلاص، الموضوع مش صعب يعني. لان الطب ممكن يلاقي ثغرات، فاهماني؟ اه. محدش هيقدر بس يفتح هو ثغرات مبدئيا غير الدكتور. ايا كان هو في قانون او مش فيش قانون، هو لازم الانسان يحكم ضميره عشان بالظبط. اخرته. بس هو في قوانين، والدكتور مش بيبقى احيانا مجرد فلوس، لا بتبقى حاجات اصعب من كده. ممكن ما يفتح يعني عيادته مثلا تتقفل، يتسحب منه كارنيه النقابة، يتوقف مثلا كذا سنة احيانا. بس احنا ممكن نحط الحاجات دي على جنب حاليا، ونتكلم في ان مسؤوليتك قدام ربنا كبيرة قوي قوي قوي. بالظبط. آم، وان انت بقى يعني تلعب في حاجة كبيرة قوي اللي هي حياة انسان. يعني انت فوق ده كله ان انت تعرف يعني تقابل بقى المريض وتساعده، والريلتيفز بتاعته اللي هم الاقارب اللي جايين معاه، وتتحملهم تتحملهم بكررها كذا مرة. ايوه. لان الانسان بيبقى في ضغط، مثلا ممكن بقى هو يتعصب أو ممكن كذا يعني، هكذا يعني. فلازم تحملهم. طبعا انت بتبقى معرض بقى لعدوى، بتبقى معرض لحاجات كتير، ريسك فاكتور والكلام ده. وكتير اطباء يعني ربنا يتوفاهم، ربنا يرحمهم يعني، ويغفر لهم بسبب حاجات تبع الطب والكلام ده كله. فيعني ربنا بيجازيك خير على ده. فلازم تبقى تحت ضغط وانت واخد بالك، وانت عارف هتتعامل معاه ازاي، وانت تاخد بالك منه ازاي، جلوفز وكل بقى الحاجات الاحتياطات والكلام ده كله. نعم. وغير كده انت برضو بتبقى خايف على اهلك اللي بترجع لهم بعد بقى كل الضغط ده اذا رجعت لهم يعني. اذا ربنا عفى ان عنك، شاء الله خير. ان شاء الله. انت بتبقى خايف ربنا يحمي عليهم كل برضو. الاطباء ان شاء الله والاطباء. تمام. يا رب ان شاء الله. بالنسبه بقى لحياتك بتمشيها ازاي مع الكليه؟ يعني انا زي ما قلت انك معاك امتحان بعد كام يوم، فانت مواعيدك غير مواعيد باقي الناس كلها، فازاي بتقدري توازني ما بين حياتك وما بين كليه طب بشري؟ بصي، هو اللعبة هنا ان انت بتبقى ايه، بتبقى عارف مثلا يعني ايه الموضوع. مبقاش كله استهتار ولا يبقى كله جد قوي ليك. آم، ليك حاجة محددة، مثلا انا هذاكر كم ده مثلا في اليوم، او ان انا مثلا هسمع ده، يعني انت بتبقى عارف نفسك، عارف ان انت ممكن تخلص تكمل اللي الكلية مديها لك ده في وقت قد ايه، عارف تنظم نفسك ازاي. وفي نفس الوقت مهم ومهم ومهم قوي ان انت ترفع عن نفسك. وزي ما قلت ان الكلية مش بتتيح لك ده، وانت لازم تخلق لنفسك ده، لان ده بقى ايه طول حياتك. مش هينفع بقى تمشي مع الكلية ان هي مثلا ما ادتكش اجازة فانت لا، انت هتنفجر كده. هو المفروض ان انت تبقى مخلص الحاجات اللي عليك. يعني الله المستعان، ربنا يوفقنا. ان شاء الله.
بالنسبة بقى لآخر سؤال، لو انت مثلا رجع بيك الزمن، هل هتختاري طب بشري؟ لو ليه؟ ولو لا لا ليه؟ صح، عشان نقول لو عشان لو دي من الشيطان، فنقول قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله طالما ربنا يعني قدر لي هذا فهو خير لي يعني. هو عليم بيا وكده. فنسأل يعني ربنا يعني يوفقني يوفقنا يعني ويقوينا على المسؤولية دي. و... وعايزة أقول حاجة، إن يا إخوانا الموضوع مش سهل. ولله لو أنت مثلا مش كواليفايد، أو مش جايب ده بمجهودك، او ما انت ما تستحقش ده، ما تدخلش يعني. المنتشر قوي الفتره دي ان في جامعه من الجامعات راسب فيها كم كبير قوي سنه اولى 60% تقريبا. برضو في الجامعه بتاعتي الدكاتره بتشكي كتير من الناس اللي السنه اولى، بتقول ان هم نوت يعني، qualified. يعني مش كواليفايد بالمره. ف آه، فيعني لله ان نتقي ربنا ونعرف احنا داخلين على ايه، مش بس لمجرد ان انا لا افرح اهلي وكده وانا ابقى مثلا مش جايبه بمجهودي قوي، او ان انا مش هعرف اسلك، او اللي هو لمجرد بقى ان انا ابقى دكتور. المشكلة ان احنا وصلنا الليفل الوحش، اللي هو دلوقتي اصلا نعم. الاهالي بيغششوا عيالهم علشان يجيبوا مجموع عالي عشان يخشوا كلية طب، او يخشوا كلية طبية يعني. فمش عارفة، احنا ربنا يرحمنا من الدنيا دي بجد. هو يعني في بعض الاهالي يعني بتبقى وان انت غش او كده. فانا وصلت على فئه لما رحم ربي، طبعا في اهالي كتير كويسه جدا. بس قصدي ان انت يعني اتقي ربنا. وحتى لو انت الكليه بجد صعبه، فانت حتى لو سلكت في الكليه يعني ماشي فيما بعد. حياه الناس دي هتحاسب كتير قوي عليها. فالموضوع مش مستاهل الهرج ده يعني. يعني خلاص انت قادر، او انت شايف نفسك كواليفايد، خش. مش قادر خلاص، انا فرحت اهلك بقى في مجموع الثانويه العامه او الكلام ده كله. فاستوب لحد هنا يعني، ما كفايه ان احنا نكذب على نفسنا اكتر من كده. وخدوا بالكم يعني ان انتوا تقروا او تفهموا عن كل كليه كويس، وكل كليه بتستغرق قد ايه وبتستنفذ قد ايه. في ناس مثلا ما تستحملش كل الوقت ده في طب بشري، وفي ناس ما تستحملش الضغط. بالظبط. يعني في باقي الكليات الطبيه مش شرط تقعد مثلا من سنه للسنه او هكذا. فانت ذاكر الفروع دي كويس قوي، واسمع فيديوهات مثلا توعيه عن الكليات. وطبعا الاستخاره مهمه قوي. ان شاء الله يعني ربنا يشفيكم من الصواب يعني باذن الله. ان شاء الله. شكرا جدا يا دينا على البودكاست الجميل ده. يا رب اكون في التقوى يعني حاجه بسيطه باذن الله يعني، وربنا يفرح قلوبكم باذن الله. وبس كده يكون خلص بودكاست النهارده. لو عايزين تشوفوا باقي البودكاست هتلاقوها عندي في قائمه تشغيل في البودكاست، هتقدروا انكم تشوفوا باقي الكليات. وان شاء الله هبدا ان انا اعمل كليات اكتر من كده. اكتبوا لي تحت في التعليقات عايزين الكليات اللي جايه تكون عن ايه. ولكن علشان اكمل في السلسله دي فلازم يكون في تفاعل عليها. فيا ريت اي حد شاف الفيديو يا ريت يعملوا شير لاي حد من صحابه، وكمان يتفاعل معاه عن طريق ان هو يحط لايك ويكتب تعليق. لان بجد الحاجات دي كلها هتفرق معايا وهتخليني اكمل في السلسله دي واعمل باقي الكليات. وبس كده. اعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوز اللي جايه، واشوفكم في فيديو جديد وبودكاست جديد وكليه جديده. سلام.